بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني أخواتي من جديد في مطبخ ولاء للطبخ والحلويات. فكما كتلاحظوا معايا فاليوم إن شاء الله غادي نقدموا واحد المملحة ألا وهي أساور الست اللي متعودين عليها أنك يقدموها بحلوة. فاليوم أنايا قدمتها على بحشوة مالحة كما كتلاحظوا معايا، فهذا هو الشكل النهائي ديالها. فكما كتلاحظوا فانا زينتها في الاخير بوريقات ديال النعناع. فنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم والرضاء ديالكم. فإلا عجبتكم ما تنساوش تدعموني وتشاركوها مع العائله ديالكم والاصدقاء، واهم شيء هو الدعاء. والان ان شاء الله غادي ندوزو لمرحله التحضير. فكمقادير غادي نحتاج ان شاء الله كمكونات عندي 2 ديال البصلات مشلضين بهذا الشكل رقيقه، عندي نص كيلو ديال الكفته واللحم المفروم، الاوريغانو او الزعتر، ثوم بودره، الاخت تقدر تستغنى عليه ما تستعملوش يعني ماشي شرط. عندنا عجينه الفيلو مصادي فيلو، بالنسبه للاخوات شحال مره كنقول هي تلقاها في ميركادونا او في ليدل. عندنا الجبن موتزاريلا، والبهارات عندنا بهارات الكاري والملح على حسب الذوق، وعندنا كذلك زيت الزيتون والزبده هنايا اللي كنا ذوبناها بهذه الطريقه حتى رجعت لنا بحال النوازيط. والان ان شاء الله ندوزو لمرحله التحضير. فكما كتلاحظوا معايا في المقلاة فانا واضعه البصله، فغادي نوضع عليها زيت الزيتون واحد شويه ونضحها تشحر فوق البوطه حتى تنزل، ونزيد عليها ان شاء الله اللحم المفروم. واحد الملاحظه بالنسبه للاخوات هنايا، فانا استعملت هذه الزبده اللي ساكنين هنا في اسبانيا، مانتيكيجا في المغرب يعني تاع العبار. فكتلقاو هذه ديال ليدل، كاينه ديال ميركادونا او اوراماس الاخوات اللي بغاو. المهم انها تكون من مانتيكيجا يعني زبده ماشي مارغرينه، كتكون زبده حيوانيه. والان كما كتلاحظوا معايا فمن بعد ما نزلت البصله قليتها شويه هانتوما كما كتلاحظوا. فالان غادي نضيف عليها اللحم المفروم او الكفته. فالاخوات في هذا الوقت ما يضيفوش الملح باش الكفته ما تطلق لهمش الماء حتى تاخذ حقها في القليه مزيان. عاد نضيفوا لها البهارات ونديروا الملح ان شاء الله ونكملوا تتمه الوصفه. انا غادي نردها الان طيب ونكملوا ان شاء الله. والان كما كتلاحظوا معايا فمن بعد ما نضاف واحد شويه ديال الكفته نتوما كما كتلاحظوا طلقت الماء. فالان كنضيف البهارات، كنضيف الملح على حسب الذوق، كنضيف الكاري انا غادي نستعملو غير بوحدو باش يبقى غير المذاق ديالو هو. كذلك غادي نضيف شويه ديال الثوم بودره، وغادي نضيف شويه ديال الزعتر او الاوريغانو ونخليهم يكملوا الطياب ديالهم حتى تشحرنا مزيان ما يبقاش فيها هذا الماء، ونكملوا ان شاء الله تتمه الوصفه. كتلاحظوا معايا فهذه عجينه الفيلو من بعد ما فتحتها، فنحاول معها غير بشويه ناخذ بالوحده بهذا الشكل ونعاود نطويها ونغلفها سيرفيتا ونديرها في وسط ميكا او شكاره تاع الميكا بهذا الشكل هكذا كما كتلاحظوا. كنجيب الزبده اللي كنا ذوبناها من قبل ندهن عجينه الفيلو مزيان جميع الاطراف هكذا. كنطويها واحد شويه هنايا، كنجيب العمود الاخت تقدر تسمع بحال هذا اولا بحال هذا اللي عندنا متوفر. كنجي هكذا ونقلف نطويها لوي بهذا الشكل. فمن كنوصل هنايا لهذا الاخر كنخلي هذا الطرف هكا واحد شويه ونجي وندفع من جوج جهات بهذا الشكل حتى كتولي عندي بحال هكذا هانتوما. وكنجي غير بشويه
ندفع من القضيب او العمود ونحاول نخرجها بحال هكذا بهذا الشكل، ونجي هنايا ونلفها هكا كما كتلاحظوا، ونعطيها هذا الشكل هكا كما كتلاحظوا. في الاخوات انا ننصحهم ان يستعملوا عجينه الفيلو ديال ميركادونا اولا ديال اوراماس حسن تاع اليدن. هانتوما هذا هو الشكل ديالها. فانا غادي نعاود وحده اخرى حداكم. في هاد الاثناء كتكون عندي طبيعه الحال صينيه كنكون موجداها، كنرصهم حدا بعضياتهم هكذا. كنخرج عجينه الفيلو دائما كتكون عندي طبيعه الحال مغلفه بفوطه وفي بلاستيكه باش ما تنشفش بهذا الشكل. هانتوما كما كتلاحظوا. فكنعاود نطويها نرجعها في الكارت ديالها، ونردها في السربيته ونوضعها في البلاستيك. فكندهن العجينه ديالي مزيان كما قلت لكم جميع الاطراف، ما نخلي حتى طرف بلا دهين. كنطوي العجينه بهذا الشكل. كنجيب العمود هكا ونلوي عليه العجينه بهذا الشكل كما كتلاحظوا. كنجي هنايا كنخلي تقريبا واحد 2 سنتيم اولا سنتيم ونص، وكنجي نجيب هاد الجناب ونضغط عليهم بهذا الشكل هكا باش كتعطيني بحال الحجاب او الستائر. وكنجيب هكذا ونبلعها، ها هو الشكل ديالها. فانا غادي نكمل هكذا ومن بعد ان شاء الله نكمل تتمه الوصفه. الان كما كتلاحظوا معايا، فمن بعد ما ساليت جميع العجين ديالي، فانا خديت هنا واحد الورقه ديال الفيلو وبقيت كنقطع فيها بهذا الشكل وكنطوي باش كنعمر العجين ديالي هنايا من الداخل، باش مين ندير الحشوه ما تقطعليش. ان هذيك الحشوه ما غتكون فيها شويه باقي فيها شويه ديال الليدام والماء باش ما كتقطعش. بهذا الشكل هذا، يعني واخا تكسر معكم شويه ماشي مشكل. والان كنجيب الزبده وكنحاول ندهنها كاملها مزيان. في هذا الاثناء غادي يكون عندي الفرن مسخن على درجه حراره 180، فانا غادي نطيبها نص طياب ومن بعد نكملوها ان شاء الله. وبالنسبه للاخوات لها الاختيار، الا بغات طيبها كما غادي ندير لها انا هذه الطريقه، نطيبها نص طياب وعاد نولي نعمرها بالحشوه ونولي ندخلها الفرن، اولا تعمرها بالحشوه وتدخلها الفرن ديريكت. فانا غادي نكمل هكذا ان شاء الله، نستمر ونكملوا ان شاء الله تتمه الوصفه. فالان كما كتلاحظوا معايا، فمن بعد ما العجين ديال الفيلو طاب لي واحد شويه نضج، فالان كنجيب الحشو ديالي طبعا اللي كيكون بارد كما كتلاحظوا معايا. فانا بديت نعمر، نحشي به العجين ديالي بهذا الشكل. ندير ملعقه ملعقه بهذا الشكل، وغادي نكمله ندير الفوق منه الفرماج نتاع الموتزاريلا البيتزا وندخلها الفرن تكمل الطياب ديالها، وان شاء الله نتوما غادي تشوفوا الشكل النهائي ديالها. فبهذا الشكل كما كتلاحظوا معايا غادي نوضع فوق منها الفرماج.
لان الحشوه عندي هنايا طيبه، فغادي ندخلها غير الفرماج يطيب، وانتم ان شاء الله كما قلت لكم غادي تشوفوا الشكل ديالها النهائي.